50 سنة على ذكرى بداية الحرب بلبنان. 50 سنة والناس بعدها بتقول إنه الحرب كانت أهلية بلبنان. هذا الأمر منه صحيح أبدا. الحرب ما كانت أهلية، الحرب خلصت أهلية. طولت الحرب مثل كل بلد بالعالم، الناس بتفوت ببعضها، المصالح بتفوت ببعضها، بتقلب الأمور من قضايا وطنية لقضايا شخصية ومصلحة وبتصير أهلية. الحرب بلبنان بلشت بين منظمة التحرير الفلسطينية والجيش اللبناني، والمشاكل بلشوا 67 69 71 73 75 لحد ما صارت حادثة البوسطة. بوسطة يلي ما كانت إلا شرارة صارت الحرب. بوسطة يلي لو ما صارت ب 13 نيسان ال 75 كان لابد انه يصير اي حدث امن ثاني لحتى يصير الحرب. الحرب يلي اسبابها الدولية كثيرة: اعطاء وطن بديل للفلسطينيين، وشقفة من لبنان بالبقاع للنظام السوري ايام حافظ الاسد. الحرب يلي صارت للاسباب الاقتصادية، الانماء والتطور يلي كان عم بيصير بلبنان ويلي زعج خاصة الكيان الصهيوني، وهذا شيء ما بيناسبه ابدا. الحرب يلي صارت على لبنان لانه في تعدديه، ونظام مثل النظام الصهيوني بهمه النظام الصغير الاحادي، يعني يكون في مجتمع يهودي، مجتمع علوي، مجتمع مسيحي، مجتمع ما بعرف شو، ليقدر يبرر وجوده بقلب المنطقه. المشكل الاساسي لانه صار عندنا حرب هو ضرب المكتب الثاني سنه ال70. لما بطل في مكتب ثاني وبطل يعمل شغله الجيش مثل ما كان لازم يعمله، صار عندنا الحرب لانه كثرت المشاكل الامنيه. الجيش اللبناني لو اخذ اوامر واضحه ب 73 و 75 لينزل على الارض يضبط الامن، كان ضبط الامن. الجيش ما كان القصب. اي مجموعه ما بتاخذ اوامر لتحافظ على الامن وتعمل شغلها وتقوم بدورها اكيد رح تنقصب. الجيش اللبناني اليوم مدعوم اكثر من الشعب، القوى الامنيه اليوم مدعومه اكثر من الشعب. الناس اشتاقت وتطوق وبحاجه وبدها وبتحب انه يكون في جيش لبناني قوي، مؤسسات الدوله تكون فعاله وعم تشتغل دورها، والقوى الامنيه تكون عم تشتغل دورها. الحرب بلبنان ما كانت بين مسيح ومسلم. الحرب بلبنان كانت لانه في افرقاء لبنانيين بيشوفوا لبنان بطريقه مختلفه عن غيرهم. المشكله كانت مشكله انتماء، لانه الهويه اللبنانيه عليها خلافات كثير كبيره. كل فئه بلبنان بتشوف لبنان بهويه مختلفه عن الاخر، وهذا الشيء ادى لعدم الانتماء الوطني للبنان. الحرب بشعه وبتوجع، ما بنخاف منها للحرب. اذا صارت علينا نحن مندافع عن وطننا، مندافع عن عائلتنا، مندافع عن الشارع اللي عايشين فيه، مندافع فيه عن هويه لبنان مع الجيش اللبناني والقوى الامنيه ومع الدوله. ولكن اذا قدرنا نتجنب الحرب، هذا ما بكون انه نحن بنخاف ونحن جبناء. بالعكس تمام، نحن بدنا نعيش للبنان، ما بدنا نموت كرماله. وقتها تصير نحن جاهزين، بس اذا قدرنا نتجنب هذا الشيء، خاصه بعد التجربه المره تبع ال50 سنه، اكيد لازم نتجنبه، واكيد لازم نشتغل لانه نتجنب هذا الشيء لحتى ما يصير وقت مره ثانيه. الحرب خلصت، ولكن بيجي السؤال: هل تعلمنا منها شيء؟ هل الناس اللي عاشت الحرب علمت شيء الجيل الجديد وقالت لهم للولاد ابنائهم بالمدارس، بالمجتمعات، بالجمعيات، بالنشاطات، انه الحرب بشعه والحرب ما بتوصل لنتيجه؟ لانه ما كنا كلنا متفقين مع بعض وعم ندافع عن وطننا. الاهالي بعدهم عايشين بالبؤس والحزن من يلي صار بالحرب، يلي خسر اولاده، يلي انفقدوا ما بعرفنا عنهم شيء، يلي خسر ايده او اجره وصار عنده اعاقه، يلي ما قدر يكفى علمه ما قدر يشتغل. اليوم بس يشوف انه النتيجه اللي وصلنا لها بعد 50 سنه من الحرب، بعدنا لورا وعم نمشي بعدنا اكثر لورا، وبعدنا ما عم نتعلم. هيدا الشيء هو المحزن الحقيقي، وهيدي هي المشكله الكبيره والمعضله. ايماننا كبير، تفاؤلنا اكبر، بس اجرينا على الارض. نحن ما بنيأس، نحن ما بنتعب، نحن على طول عم نجرب نشتغل حتى يكون بكره احلى. اذا ما اشتغلنا سوا ما حتزبط الامور. وبالنسبه للوضع الراهن، عم ينحكى كثير صار له فتره عن قصه التطبيع وقصه السلام مع اسرائيل والى ما هنالك. خلينا نكون واضحين، رئيس الجمهوريه عارف شو عم يعمل، عم يشتغل لاعاده تفعيل هدنه ال 49 يلي هي امر كثير ضروري، لانه الخط الازرق يلي صار بال 2006 اخذ اراضي بلبنان اكثر من يلي كانوا بهدنه 49. ومن بعد ما يصير التفعيل تبع هدنه ال 49 بصير في نقاش مع جامعه الدول العربيه والدول المعنيه بخصوص حل الدولتين. ساعتها لما بصير هذا الموضوع بتنحل الدولتين وبصير في دوله فلسطينيه يرجعوا لها الفلسطينيين يلي تركوا ارضهم من 48 لليوم، بتكون جامعه الدول العربيه هي راعيه هذا الموضوع. ساعتها شو بتاخذ قرار جامعه الدول العربيه مثل ما كان بناء على مقرراتها اللي طلعوا بال 2002 حول مبادره السلام بالمنطقه، مش السلام مع الكيان الصهيوني، السلام بالمنطقه. ساعتها لبنان بيقدر يعطي موقفه الواضح، وساعتها لانه الفلسطيني بيكون صار عندهم دوله وقدروا يرجعوا على بلدهم، نحن بنقدر نحكي
باتفاقيات تطوير لهدنة 1949. قبل هيك هذا الموضوع مش مطروح لا التطبيع ولا ابراهام اكورد ولا السلام ولا اي شيء تاني قبل ما تنحل القصة والقضية الفلسطينية، بشرط اساسي انه ما بقى خاصة كلبنان ندفع ثمن قضية اي حدا، ندفع ثمن فقط قضيتنا ونحط تعب وجهد لبناء الوطن، تفعيل المؤسسات. وهيدا امر ضروري جدا متكلين فيه على العهد. وبس نقول العهد ما بنكون عم نحكي بس عن فخامة الرئيس، بنكون عم نحكي عن حكومة، لأنه العهد هو حكومة ومجلس نواب ورئاسة جمهورية، هو منه شخص لوحده. بنوقف حده، بنساعده، ندعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية ليعملوا شغلهم على أكمل وجه، ونحن كلبنانيين نعمل أكثر ما فينا للتوعية ثم التوعية ثم التوعية، لحتى ما نفوت بأي حرب جديدة بلبنان. وأي حرب معقول تكون جاية يكون الجيش اللبناني هو راس الحرب بالدفاع، ونحن حده وقدامه وراه عم نساعده مع القوى الأمنية لحتى ندافع فيه عن لبنان، الكيان، السيادة والهوية. الهوية اللي جمعتنا كلنا سوا كلبنانيين مع بعض، الهوية اللي بنتميز فيها، مهم نتفق عليها، نوضحها ونتمسك فيها لنقدر حقيقة سوا كلبنانيين نبني بكرة فعلا يكون أحلى.